فتعطلت سيارتنا، وقفنا حاولنا نصلحها ما قدرنا. مرت علينا سيارة للكنيسة، أشرنا لهم وقفوا، فقلنا لهم سيارته معطلة، فأما تساعدونا إذا عندكم قدرة ولا تجرون سيارتنا نعم لأقرب قرية لأن حتى الماء ما عندنا ماء، حلو، نموت من العطش، قعدتكم فيها خطر عليكم. قال للقسيس كان إيطالي، نعم، قال أنتم أعدائنا، تبون نساعدكم وأنتم جايين تحولون الناس من ديننا إلى دينكم؟ نعم، خلوا محمد يساعدكم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل ومشوا واتركونا. أنا تألمت لأن قال هذا الكلام، يا ليته مشى بدون ما يقول هالكلام. رفضوا ومشى. أي نعم. يعني قال كلام ما كان المفروض يقوله كرجل دين. بعد شوي الله سبحانه وتعالى سهل لنا صلحنا السيارة ومشينا. بعد مسافة تقريبا 5 كيلو قدر الله أن سيارتهم معطلة. سبحان الله. بدون ما يأشرون لنا وقفنا. نعم. وقعدنا نساعدهم. قلنا لهم تبون نصلح السيارة بقدراتنا، حنا إذا نستطيع نصلحها صلحناها. نعم. تبون ناخذكم نوديكم إلى القرية ونرجع ترجع السيارة وتشيلنا حنا. عرضنا عليهم عدة أشياء، فبالأخير اتفقنا على نحاول نصلح سيارة. انصلحت فعلا، صلحت سيارتهم وديناهم القرية. طبعا طول الطريق والعرق تصبب من القسيس، خجلان أكيد من طبعا نفسه. خجلان. وقلنا لا ترى احنا نسوي هذا لأن ديننا يأمرنا بذلك. نعم. مو طيب من عندنا. حسن المعاملة. اي نحن نعامل الناس معاملة طيبة ونحاول نساعد المحتاج أيا كان دينه. بعد مدة سمعت أن كل الناس اللي كانوا بالسيارة وكلهم كانوا مسيحيين كاثوليك من جماعته. نعم. كلهم أسلموا ما شاء الله. بدون ما نكلمهم كلمة واحدة عن الإسلام.